بيبدأ المسلسل بإيفا واللي بنلاحظ إنها مليانة شوية في الجسم وبتبقى جوه بانيو موجودة على البحر، ولما الناس بيشوفوها بيتنمروا عليها فبتجري وهم بيجروا وراها لحد ما بيوصل وان بعربيته وبيقول لها اركبي، لكنه بعد كده بيقول لها إنها ما تستحقهوش، وبعدها بتصحى من الحلم ومدير أعمالها بيقول لها إن ده ميعادها علشان تقدم الفستان الجديد في عرض الأزياء. وبعد ما العرض بيخلص بتنزل للدور التاني واللي بيكون فيه حفلة، وعشان محدش يعرفها بتلبس ماسك على وشها وبتدخل الحفلة، وكل ما تحاول تاخد طبق أكل بتيجي واحدة تانية تاخده منها. وبعد كده بتشوف وان اللي بيكون رئيس شركة كبيرة وعنده سلسلة مطاعم، ولما ناقدة طعام مشهورة بتاخد منه الأكل علشان تجربه بيشدوا منها وبيقول لها إنه لسه ما حطش التلج فالطبق بيقع وبيتكسر، وساعتها بتقوله إنها هتكتب عنه تقييم سيء. وفي نفس الوقت إيفا بتوقع كوبايات العصير على المفرش من غير ما تقصد، ولما وان بيوقفها بتقوله إنه شبه الزلابية وبتقرب منه، وساعتها بيحاول يبعد عنها فهم الاتنين بيقعوا جوه حمام السباحة. وفي نفس اليوم بالليل بيطلب وان من المساعدين بتوعه لو ونيهاو إنهم يجيبوا له عارضة الأزياء دي بأي طريقة، وتاني يوم بيكون في مسابقة طبخ تانية وإيفا بتكون هي الحكم. وأول ما بتاكل من الأكل اللي طبخه وان بتحس إنها عاوزة ترجع وبتجري على الحمام، وهنا بنعرف إنها كانت مليانة جدا وهي صغيرة، ووان كان معاها في المدرسة وكانت بتكرش عليه، ولما اعترفت بحبها ليه قدام المدرسة كلها زمايلها فضلوا يتريقوا عليها، وعشان كده عملت دايت قاسي وخست. لكن جالها مرض غريب وهي إنها لو عدت 1000 سعر حراري بترجع مليانة تاني، ولما بتظبط أكلها بترجع تخس وبتبقى موديل. و10 بس على الكوكب كله هم اللي عندهم المرض ده واللي اسمه التضخم، ومحدش يعرف بالموضوع ده غير شياو اللي متربيين مع بعض وبتعتبره أخوها ومدير أعمالها. وبنشوفها تاني يوم وهي في الجيم وبتفضل تعمل تمارين علشان تخس، وساعتها شياو بيقول لها إن وان عاوز يقابلها بكرة، ولما بتروح له تاني يوم بتكون خست مرة تانية، ووقتها بيحط قدامها أكل هو اللي طبخه وبيطلب منها تدوقه وتقيمه، وساعتها بتاكل كمية بسيطة من كل طبق، وبيكون رأيها في الأكل كله إنه مش حلو وبارد زي اللي عمله. ولما وان بيهزقها بترفع إيديها علشان تضربه، فبيقول لها إنه هيديلها 5 مليون رشوة علشان تقول للإعلام إن أكل مطعمه حلو، وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم وان بيبلغ سكرتيرته له إنها تقول لإيفا إنها هتكون المتحدثة الرسمية والوجه الإعلامي لشركتهم، وبعدها بيحضر وان الأكل وبيخلي عمه غو يدوقه، لكنه بيعرفه إنه لسه ما قدرش يوصل لنفس أبوه في الأكل، وده لأنه كان شيف موهوب جدا. فوان بيعرفه إنه مش هيستسلم وهيقدر يوصل لمستوى أبوه في الطبخ ويكمل اللي أبوه ما قدرش يكمله. وبعد كده بتكتشف إيفا إن اللي خلى السعرات الحرارية لجسمها تزيد في مسابقة التحكيم هو اللبن كامل الدسم اللي الطباخ التاني استخدمه، يعني مش أكل وان. وبعدها بتعرف إن وان عامل دعاية لشركته وبيقدم دعوة لأي حد عاوز ياكل إنه يروح ياكل في مطعمه بالمجان، فبتتخفى وبتروح تاكل عنده، لكنه بيكشفها وبيقول للصحفيين إنها هتكون ممثلة شركته والمتحدثة الرسمية عنها. وتاني يوم بيكلمها وبيقول لها إن جايسون رجل الأعمال المشهور والمهتم بالفاشن والمطاعم عاوزهم على العشاء، فبتوافق تروح معاه. ولما بيوصلوا البيت جاسون بيقابلوا جاو، وده واحد من أكبر المنافسين لشركة وان، وبيكون باين إنهم مش طايقين بعض خالص. وبعدها بيتفق جاو مع كبير طغاه جايسون إنه يحط في أكل وان حاجة بتسبب الحساسية، وعلى السفرة بتوقع إيفا الشوكة بتاعتها فجاو بيجيبها لها. ولما بيبدأوا الأكل جاو بيتعب وبيعرف إن الأطباق اتبدلوا، وساعتها جايسون بيطرد الطباخ ووان بياخد إيفا وبيمشوا، وساعتها بتقوله إنها سمعت الاتفاق بين الطباخ وبين جاو وعشان كده بدلت الأطباق، وبتعرفه إنها ما كلتش بسببه فلازم يعمل لها أكل. وعلى العشاء بيعرفها إنه عنده مرض عدم التذوق وبيفهمها إنه بيتعالج منه بقاله مدة. وبالليل بيباتوا مع بعض وبيشك وان إن إيفا هي حبيبته جين، ولما جين بتصحى بتلاقي نفسها رجعت مليانة تاني بسبب العصير اللي شربته بالليل، فبتحاول إنها تقوم من غير ما تعمل صوت، لكن وان بيصحى وبيقول لها أنت مين؟ فبتاخد القميص بتاعه وبتغطي نفسها وبتجري، لكن وان بيقول لها أنت جين؟ وبيجري وراها وبيفضلوا يجروا ورا بعض في الشارع لحد ما جين بتتصل بشاو وبتعرفه اللي حصل، فبيروح ياخدها. وتاني يوم الصبح وان بيشوف شياو فبيفتكروا وبيطلعوا انهم كانوا مع بعض في المدرسة، وزمان شياو ضربه وقال له مش هسمح لك تأذي جين تاني،
وبنرجع تاني لوان اللي بيسأله على مكان جين، فبيقول له معرفش، وبيوري له قسيمة جوازها، وبيقول له إنها اتجوزت وسافرت الكاريبي مع جوزها، وإيفا سافرت معاها علشان تحضر فرحهم. وبنعرف بعدها إن وان طلب من ني هاو إنه يكشف على قسيمة الجواز في السجل، فبينفذ. وبعدها بيقول له إنها شهادة جواز مزيفة. أما جين فبتكون في بيتها وبتمسك القميص بتاع وان وبتفضل تكلمه، وبعدها بتنشر صور ليها عملتها على الفوتوشوب إنها في الكاريبي، وبيشوف وان الصور. وبعدها بيقابلها وهي معاها شنطة سفر، فبيفضل يسألها على اللي حصل في الليلة اللي كانوا فيها مع بعض، وبيقول لها انه اكتشف ان الصور اللي نشرتها فوتوشوب، وساعتها بتهرب منه وبتسيبه، لكن بتنسى شنطتها معاه. وفي البيت بيحاول وان انه يفتح الشنطة، وساعتها ايفا بتوصل وبتطلب منه يرجع لها شنطتها، فبيقول لها افتحيها الاول. وساعتها بيلاقي قميصه جوه الشنطة، فبتقول له ان جين هي اللي اديته لها، وبتاخد الشنطة وبتخرج. وبعدها جاسون بيقرر ان جاو هو اللي هيشتغل معاه، لكن بعدها بيشوف الشيف اللي طرده وهو بيتخانق مع جاو، وبيطلب منه يديله المبلغ اللي وعده بيه. وفي نفس الوقت بيكون وان في برنامج تلفزيوني، وساعتها بيقول للمذيعة انه رجع من بره علشان يكمل مسيرة ابوه واللي كان شيف مشهور، وكمان عشان يدور على اول حب في حياته واللي كانت زميلته في المدرسة. وساعتها بتكون ايفا بتتفرج على البرنامج وبتقول لنفسها انه لسه بيكذب وعاوز يخدعها مرة تانية. وبعدها لما بتخرج ايفا من شقتها بتعرف ان في جار جديد هيسكن جنبها، وبتكتشف ان الجار ده هو وان نفسه. وتاني يوم لما بترجع إيفا للبيت بتشم ريحة الأكل اللي وان عامله، فبتروح ناحية باب شقته، ولما بيفتح الباب بيقول لها إنه عازمها على الغدا، وبيفضل يسألها عن حياتها والمدرسة اللي كانت فيها، وبنكتشف إنه كان بيسجل لها. وبيطلب من ني هاو إنه يتأكد من المعلومات اللي هي قالتها، وبعد ما بتاكل بتخرج من شقته بسرعة. وساعتها ني هاو بيتصل به وبيقول له إنه كل المعلومات اللي هي قالتها له صح، وده لأن شياو كان مرتب كل حاجة. وتاني يوم شياو بيروح شركة وان وبيطلب من لو إنها تجيله المكتب علشان يتكلم معاها في موضوع مهم، ولما بترفض بيشيلها وبيطلع بيها من الشركة، وبيقول لها إن في فيديو لوان على النت وهم بيتخانقوا مع بعض، وإنها لازم تحذف الفيديو ده بما إنها المسؤولة عن الاتصالات في الشركة. وتاني يوم بتروح إيفا لدورة تدريبية لعارضات الأزياء، واللي بتدربهم بتكون هي اللي فازت في الدورة دي قبل كده على أكتر من مرة. ولما بيبتدوا التدريب بتحقق إيفا درجات عالية، وساعتها بتبتدي الغيرة تشتغل، وخصوصا لما ريبيكا بتعرف ان إيفا ما بتاكلش اكتر من 1000 سعر حراري في اليوم، فبتقلل لها كمية الاكل اللي بتاكلها، لدرجة ان إيفا بتفضل جعانة طول الوقت. فبتبعت رسالة لوان بتقوله انها جعانة، فبيروح تاني يوم لمقر التدريب وبيوزع الاكل على العارضات. واول ما إيفا بتشوفه بتجري عليه، فبتقع لكنه بيلحقها، وبتبان الغيرة أكتر على ريبيكا. وفي نفس الوقت جاسون بيقول لهم إن وان هيكون هو المسؤول عن أكل العارضات. وبعدها ريبيكا بتسأل وان إذا كان بيحب إيفا، فبيقول لها ما يخصكيش، وبيسيبها وبيمشي. وهنا بنعرف إن ريبيكا بتكراش عليه من زمان وهو مش معبرها. المهم يا سيدي إن بالليل بيكون في حفلة، ولما بتحاول ريبيكا إنها تحرج إيفا وان بياخد لها طرها منها، وبعدها بيطلب إيفا للرقص، وبعد كده بيقول لها إنه محضر لها هدية واللي بتكون عبارة عن جزمة شيك. ولما بيلبسها لها ما بيلاقيش في رجلها أثر الندبة اللي كانت في رجل جين، فبيسيبها وبيمشي. فبتخرج وراه وبتقول له انت عبيط يا ابني، هو شوية بتحبني وشوية مش طايق تشوفني. فبيركب العربية وبيسيبها وبيمشي، لكن بعدها بيرجع لها تاني، فبيلاقيها بتركب مع شياو. وفي يوم عرض الأزياء الرئيسي ريبيكا بتقطع فستان إيفا لكنها بتلبسه، وبتطلع قدام الجمهور اللي من ضمنهم وان. ولما دراع الفستان بيتقطع قدام الناس، وان بيطلع على الاستديو وبيغطيها بالجاكيت بتاعه وبيشيلها وبيمشي بيها قدام الجمهور. وبعدها بيتم إعلان فوز إيفا بالمركز الأول، ووان هو اللي بيلبسها تاج المسابقة. وبعدها بتقول للموجودين إن وهي صغيرة دايما كانت بتتفرج على المسابقة دي، وكانت بتحلم إنها تكون من ضمن عارضات الأزياء اللي فيها. وهنا بقى وان بيفتكر لما كان بيشوف جين وهي بتتفرج على عارضات الأزياء. وبعدها شيو بيرجع معاها للبيت وبيطلب منها ما تتخدعش بتصرفات وان، وبياخد منها جاكيت البدلة علشان يرجعه له. وساعتها بيتخانق معاه وبيطلب منه يبعد عن إيفا، وبيفضلوا يضربوا في بعض. وتاني يوم بتكون إيفا في مقابلة تلفزيونية، وساعتها بتكلمهم على كواليس المسابقة واللي ريبيكا كانت بتعمله.
فبتبتدي السوشيال ميديا تتكلم عن غيرة ريبيكا من إيفا، وفي نفس اليوم بالليل بتحس إيفا بالجوع، فبتروح لبيت وان، ولأن معاها رقم قفل بيته بتدخل للبيت، وساعتها هو بيفتكر إن في حرامي ولسه هيضربها، فبتديله القضية، وبعدها بيحضر لها الفطار، وساعتها بتقوله على الحاجات اللي ناقصة في الأكل، فبينبهر بكلامها. ولما بيروح شركته بيعرف إن في مسابقة طبخ عالمية، فبيقرر إنه يشترك فيها، وبيطلب من المساعد بتاعه يشتري له مكونات الأكل، فبيقول له إنه اشترى كل حاجة إلا الفطر البري، لأنه ما بيطلعش غير في الغابة القريبة من الجبل، وما فيش حد من العمال راضي يروح هناك، فبيقول له احجز تذكرتين ليا أنا وإيفا. وتاني يوم بيروحوا للغابة، وساعتها إيفا بتقع فبيحميها وهو بيتجرح، فبتعالج جرحه، وبعدها بيلاقوا الفطر البري فبيجمعوه، وبعد كده إيفا بتسنده علشان يرجعوا، لكنهم بيلاقوا الذئاب في وشهم، فبيطلعوا يستخبوا فوق شجرة، وبيحاول يقرب منها لكنه فجأة بيبعد عنها وبينزل من على الشجرة ويسيبها. وتاني يوم في شركة وان بتكون إيفا متضايقة جدا من اللي وان عمله معاها، وبعدها شيو بيقول لها إنها لازم تختار الموديل اللي هيصور معاها إعلان شركة وان. وبعدها بيروح وان لمطعم أبوه القديم اللي بقى مهجور، وبيفتكر لما هو وجين استخبوا تحت الأنقاض لما المحل انفجر بسبب اسطوانة الغاز وهم جواه، وساعتها هي ادت له آخر كاندي معاها وقالت له كلها علشان انت أكيد جعان. وبنرجع تاني لبيت وان اللي بيكون طبخ نفس الوصفات لعمه، وساعتها بيقول له إن أكيد في ست دخلت حياته لأن طعم أكله المرة دي أحلى من كل مرة، فبيقول له إنه عرف واحدة وقالت له على ملاحظات في أكله وهي اللي ساعدته يطبخ بطريقة مختلفة، فبيطلب منه يتمسك بيها وما يتخلاش عنها. وتاني يوم بتصور الإعلان، ولما وان بيشوفها مع الموديل بيغير عليها وبيلغي التصوير. وبعدها بتكون إيفا متعصبة جدا بسبب إنه دايما بيغير رأيه بسرعة، ولما بتقوم من على الكرسي فستانها بيتقطع، فبيقلع وان جاكيت بدلته وبيلفه على وسطها، وبيقول لها هتفضلي طول عمرك عبيطة كده، وبيسيبها وبيمشي. فبتتعصب أكتر وبتقول لهم إنها مش هتصور. ولما لو بتعرض عليه اللقطات اللي خدوها بيطلب منها تلغي الإعلان وتلغي كمان التعاقد مع إيفا، وتطلب منها ترجع لهم العربون اللي خدته علشان تعمل الإعلانات لشركتهم. وتاني يوم بتروح له مع نهاية علشان يتكلموا مع إيفا ويحاولوا يصلحوا بينها هي وان ويعرفوها إنه بيحبها. وبعد ما بيمشي بتقول لنفسها إنه لسه عاوز يخدعها، وبتتفق بعدها مع شياو إنها توقعه في حبها وتذله. وبالليل بتقف قدام العمارة بتاعتهم وبتعزف له على الكمان، لكنه بيكتشف إنها مشغلة الموسيقى على الموبايل فبيسيبها وبيمشي. ولما بتيجي تمشي ورا بتقع على وشها. وتاني يوم بالليل بتعمل نفسها تعبانة وبتقف عند باب شقته، فبيدخلها البيت، وساعتها بتحاول إنها تقرب منه وبتخليه يشيلها، فبيسألها إذا كانت هي جين فبتنكر وبتسيبه وبتمشي. فوهي خارجة من الأوضة بتدوس على أنبوبة إزاز موجودة في ميداليته، وساعتها الأنبوبة بتتكسر وبيكون جواها الورقة اللي كانت مغطية الكاندي اللي جين ادتها له وهم صغيرين. ولما بيسألها انتي مش عارفة ايه دي، فبتقول له لا، فبيطلب منها تطلع بره فورا. وتاني يوم وان بيطلب من لو انها تنقل له حاجاته مرة تانية لفيلته، فبتقول له ان بعده عن ايفا هيأثر على مبيعاتهم لان اشاعات ارتباطهم ببعض رافعة اسهم الشركة عند المتابعين، وبتقدر تقنعه انه يأجل الموضوع ده شوية. وبعدها بتعرفه انه جات له دعوة لحفلة مهمة جيسون عاملها ولازم يروح للحفلة مع ايفا، فبيوافق. ولما إيفا بتعرف موضوع الحفلة بتوافق. وفي يوم الحفلة بتكون زي القمر، لكن بيكون باين عليها التعب لأنها حرمة نفسها من الأكل بقالها 4 أيام علشان تكون حلوة في الحفلة. ولما بيوصلوا بيكون الصحفيين بيصوروا ريبيكيا، لكن أول ما بيشوفوهم بيسيبوها وبيروحوا يصوروا إيفا وان، فبتبان الغيرة على ريبيكيا. ولما وان بيعرف إنها ما كلتش بقالها 4 أيام بيدخل المطبخ بيحضر لها أكل وبيطلب من لو توصله لها، فبتديه لواحد من الجرسونات علشان يوصله، لكن ريبيكيا بتشنكله، فالأكل بيقع منه وبتبعت معاها أكل تاني يدهولها. وبعد ما إيفا بتاكل بتطلع على الستيج علشان تقول كلمتها، وساعتها بتحس إنها هتتخن فبتجري على الحمام ووان بيجري وراها. ولما بتدخل الحمام بتخبط واحد فبيفقد الوعي، فبتاخد لبسه وبتخرج بيه، لكن وان بيكشفها، وساعتها بتجري منه وبتقف على سور السطح وبتقول له لو قربت مني هرمي نفسي. فبيقول لها انتي جين ها صح؟ ليه خبتي عني؟
وبيحكي لها إن اللي ادى الجواب الغرامي اللي كانت كاتبه له زمان للمدير أمه مش هو، ولما عرف خدها جري تحت المطر علشان يروح لها ويفهمها، لكن شياو ضربه وساعتها تعب وفقد الوعي، فشياو شالوا للمستشفى، وفي نفس الوقت هي كانت في المستشفى. ولما فاق كانت هي سابت المدينة كلها وما قدرش يوصل لها، وهنا جيم بتعيط فبينط على السور وبياخدها وبيقع، فبينزلوا على مرتبة الدفاع المدني، وبعدها بيتنقلوا للمستشفى. وأول ما بتفوق بتروح لأوضته وبتفضل تعيط وبتعتذر له لأنها كانت ظلماه. وهنا أمه بتوصل فجيم بتستخبى، وساعتها بتسمع أمه وهي بتقوله إيه اللي خلاك عملت في نفسك كده يا واد؟ ولما بتسأله إذا كان لسه زعلان منها بسبب إنها بعدته عن البنت المليانة اللي كانت بيحبها، بيتعصب عليها جدا وبيطلب منها تمشي. وبتكون جين سامعة الحوار كله وهي بتعيط، وبعدها بتسيب المستشفى وبتمشي. وبعد كده لما وان بياخد الدواء بيلاقي نفسه حاسس بطعمه، وساعتها بيدوق حاجات كتير عشان يتأكد، وبيعرف إن حاسة التذوق رجعت له مرة تانية. وبعد كده الدكتور بيعرف وان إن حالة فقدان حاسة التذوق اللي كانت عنده دي هي حالة نفسية، ودي نتيجة صدمة تعرض لها، وأكيد سبب الحالة دي انتهى وعشان كده رجع يتذوق تاني. فبيشكره وبيديله عينتين دم وبيطلب منه يحللهم ويعرفه إذا كانوا متطابقين ولا لا. ووقتها بتصحى إيفا في بيتها، وبعدها شياو بيروح لها وبيطلب منها تعترف لوان بالحقيقة، لكنها بترفض. وهنا بيتصل وان بشياو وبيقول له إنه جاي المستشفى يزور إيفا، وساعتها شياو بياخد إيفا وبيجري بيها على المستشفى وبيخليها تنام على سرير هناك. ووقتها بيوصل وان وبيروح لها أوضتها وبيواجهها بنتيجة التحليل وبيقول لها إنها جين، فبتقول له إن هي وجين أختين توأم، فبيبان عليه إنه مش مصدقها وبيقول لها إنه بيحبها. وبعد كده في الشركة بيطلب من المساعد بتاعه إنه يمشي ورا إيفا في كل مكان علشان يحرسها، لكن إيفا بتقدر تكشفه لكنه بيفضل يمشي وراها. وبعد كده إيفا بتعرف إن أخوها بيحب له وهي منفضاله، فبيتراهنوا إذا كان هيخليها تحبه ولا لأ. وبعدها ريبيكيا بتحس إن في حاجة غلط في الموضوع، فبتأجر واحد علشان يدخل بيت إيفا ويصور لها هدومها. المهم إن الراجل ده بيدخل بيت إيفا علشان يصور اللبس، ولما إيفا بتحس بيه بتحاول تهرب لكنه بيضربها وبيحاول يخنقها، فبتقدر تتصل بوان اللي أول ما بيسمع صوتها بيجري على شقتها وبيبعد الحرامي عنها، لكنه بيضربه على راسه وبيهرب. فبيروحوا للقسم وبيبلغوا عن اللي حصل، لكن الشرطة بتقبض على مساعد وان لأنهم بيعرفوا إنه كان ماشي وراها بقاله مدة. وبعدها بتاخد وان معاها للبيت وبتعالج جرحه، وبعدها بتعرف إنه اشترى العمارة اللي هم ساكنين فيها وعاوزها تسيب الشقة، فبتروح له وبتترجى إنه يسيبها في شقتها، فبيوافق وبيقول لها إنه مش هياخد منها إيجار في مقابل إنه يعيش معاها في الشقة، فبتوافق. وبعدها بينقل حاجته في الشقة، ولما شياو بيتعصب عليه وبيطلب منه يسيب الشقة، فبيقول له إنه هيظبط له ميعاد مع لو، فبيوافق إنه يعيش مع أخته. لا والله رجولة رجولة يعني. وبعدها ريبيكيا بتروح للفندق اللي كانت فيها الحفلة وبتقول لموظف الأمن إنها عاوزة تراجع الكاميرات يوم الحفلة لأن السلسلة بتاعتها ضاعت يومها، فبيوافق. وتاني يوم بتصحى إيفا على ريحة الأكل، وساعتها بتلاقي وان محضر لها الفطار، فبتطلع تفطر معاه، والغريب إن أكله ما بيخليهاش تدخن، وبتعرف إن رجعت له حاسة التذوق، وبيحكي لها على اللي الدكتور قالهوله. ولما بيحاول يقرب منها أخوها بيطلع لهم وبيقول له إيه اتفقنا مفيش الكلام ده يا معلم. وبعدها في تدريب الوجوه الجديدة على فيلم هتنتجه شركة جايسون، بتتظاهر إيفا إنها تعبانة وبتمشي بسرعة، فبتمشي ريبيكيا وراها، ومساعد وان بيبلغه باللي بيحصل، فبيقول له خليك وراهم وأنا هبقى معاك على التليفون علشان أعرف رايحين فين. وبعدها إيفا بتروح تقابل واحدة مليانة هي وأخوها، أجروها علشان يقنعوا ريبيكيا إنها أخت إيفا التوأم وهي اللي قابلتها يوم الحفلة. ولما بيوصل وان بيأمن على كلامهم، لكن ريبيكيا ما بتقتنعش. وبعدها وان بيطلب من إيفا تثق فيه وتبطل تمثل عليه، فبتقوله إنها ما بتثقش في حد غير في نفسها بس، وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بتحس إنها زودتها في الكلام اللي قالته لوان. وبعدها ريبيكيا بتقول لإيفا إنها عرفت كل حاجة عن حالتها، وإنه الدكتور قال لها إنها حالة نادرة مش موجودة غير عند عدد قليل من الناس. وهنا بقى بنرجع بالزمن علشان نشوف ريبيكيا وهي بتفتح خزنة وان، وساعتها شافت تقرير الدي ان ايه. وبنرجع تاني لريبيكيا وهي بتخير إيفا يا إما تعتذر عن الفيلم يا إما تسيب وان وإلا هتفضحها.
فبتبلغ أخوها باللي حصل وبتقوله إنها محتارة ومش عارفة تعمل إيه. وفي نفس الوقت وان بيقرر إنه ما يضغطش على إيفا وبيسيبها براحتها، فبتفتكر إنه هجرها وبتقول ريبيكيا إنها جت من عنده وهو اللي سابها. وبعدها شيو بيعرف إن ريبيكيا عندها بنت وسايبها في مدرسة داخلية ومحدش عارف مين أبوها، فبتقوله خرج البنت الصغيرة برا الموضوع، هي ملهاش ذنب. وبعدها ريبيكيا بتعرف إن شياو كان بيسأل على بنتها في المدرسة. وبعد كده إيفا بتتفاجئ إن وان عازمها على العشاء على يخت في البحر، وهناك بيقربوا أكتر من بعض وبيطلب منها تديله فرصة تانية فبتوافق. ولما بيجيله اتصال بيعتذر وبيقول لها إن جاله شغل مهم وهيخلي السواق يروحها وبيسيبها وبيمشي. وبعد كده بيجي لإيفا اتصال من ريبيكيا وبتقول لها فيه لو عاوزة تعرفي مين أبو بنتي تعالي مدرستها دلوقتي. ولما بتروح بتتفاجئ إنه وان هناك وإنه هو أبو البنت. وبعدها بتمشي في وسط الشارع وهي منهارة وبتتخانق مع سواق عربية فبيوديها للقسم. وساعتها شياو بيروح ياخدها. وتاني يوم ريبيكيا بتقول لها ان هي وان وهم في الجامعة ما كانوش في وعيهم فحملت في بنتها، وبتطلب منها تبعد عنه علشان يرجع لهم تاني، فبتوعدها انها هتبعد عنه. ولما بتتأخر في الرجوع للبيت وان بيتصل بيها فما بتردش عليه، فبينزل يدور عليها. وساعتها بيلاقيها ماشية حزينة تحت المطر، فبينزل لها بشمسية وبيحاول يتكلم معاها لكنها بتمنعه وبتقوله انها مش عاوزة تعرفه تاني. فبيرجع للبيت وهو مصدوم وبيكون تعبان، فلو ونيهاو بيساعدوه علشان يرتاح في السرير. وبعد كده وان بيعرف انها انسحبت من مسابقة عارضة الازياء ورفضت المشاركة في برنامج مهم تبع وكالة الإعلانات. وفي يوم البرنامج بيتفاجئ جيسون إن إيفا هتشارك في البرنامج، وساعتها ريبيكا بتقوله إن هي اللي طلبت منها تشارك في البرنامج. ولما وان بيعرف إن إيفا غيرت رأيها وهتشارك في البرنامج بيحس إن في حاجة غلط، فبيقرر إنه يحضر التصوير. وقبل التصوير ريبيكا بتحط الإيفا في المية حباية فيها سعرات حرارية عالية، وأول ما بتشرب منها بتحس بالأعراض اللي بتجيلها قبل ما جسمها يملى. وساعتها وان بيشد فيشة الكهرباء فبتجري تستخبى. وفي نفس الوقت بنت ريبيكا الصغيرة بتوصل الاستوديو وبتشوف إيفا وهي بتجري، فبتجري وراها لحد ما بتوصل للحمام وبتشوفها وهي بتتحول لبنت مليانة، فبتصرخ وبتقول عليها وحش وبتجري على الاستوديو. وجيم بتجري وراها وبتروح الاستوديو. وساعتها البنت بتنادي على أمها اللي بتتوتر وما بتبقاش عارفة تعمل ايه لأن مفيش حد يعرف إن عندها بنت. وهنا جيم بتقول للصحفيين إن البنت دي بنتها وبتاخدها وبتخرج من الاستوديو وبتقنعها إنها بطلة خارقة بتتحول لعملاق. فالبنت بتصدقها. وساعتها وان بيقرب منها والبنت بتناديله بابا. وساعتها بيقول لجين إنه مش أبوها. وقبل ما يشرح لها حاجة شياو بيجري ناحيته بطفاية حريق وبيضربه على راسه بيها فبيفقد الوعي. وبعدها بنت ريبيكا بتأكد لها إن وان مش أبوها وإن أمها هي اللي طلبت منها تقول له يا بابا. وبعدها ريبيكا بتاخد منها البنت وبتقول لها اوعي تكوني فاكرة نفسك عملت فيا جميلة، لا، وبتسيبها وبتمشي. وبالليل لما ريبيكا بترجع البنت للمدرسة الداخلي البنت بتفضل تعيط وبتطلب منها تاخدها للبيت. وتاني يوم بنشوف إيفا وهي جنب وان في المستشفى وبتبقى حاسة بالذنب لأنها ظلمته. وبعدها بتقابل ريبيكا وبتعرف منها إن أبو البنت كان صاحب وان ومات في حادثة، علشان كده وان بياخد باله منها وبتعرفها انها ما بقتش بتحب وان ولا بتفكر فيه. وبعدها بنعرف ان اللي ادى ريبيكا حباية السعرات الحرارية هو مساعد جاو. ولما ريبيكا بترفض تتعاون معهم تاني بينشروا خبر بنتها على وسائل التواصل. وساعتها الصحفيين بيسألوها عن بنتها وان كان له وان علاقة بيها، فبتقول لهم انها بنتها وابوها ما حدش له دخل بيه، ولو حد جاب سيرة وان وايفا تاني هي اللي هتقضي بنفسها. وبعدها بتروح ايفا لوان المستشفى وبتقول له ان عندها شغل مهم الفترة اللي جاية علشان كده مش هتقدر تزوره تاني. فبيدي امر لنيهاو يخلص اجراءات خروجه من المستشفى. وتاني يوم بيروح معاها للشغل فبيقابل امه وساعتها بيتخانق معاها كالعادة قدام كل الموجودين. وساعتها بيكون في مسابقة طبخ كبيرة ووان بيشارك فيها، وايفا بما انها ممثلة شركته اعلاميا ما بتفرقهوش طول المسابقة. وبيكون جو من ضمن لجنة الحكم. وساعتها بيعرض تقرير عن حالة وان الصحية بانه ما بيقدرش يتذوق الاكل، وبيقول لهم ازاي شيفه ما بيعرفش يتذوق الاكل، والخبر بينتشر بسرعة. وساعتها لو بتقول لهم انهم لازم يقضوا جوع على اللي عمله. وعشان إيفا تغطي على الخبر بتقرب من وان علشان تعلن إنهم ارتبطوا ببعض. وساعتها المذيعين ولجنة الحكم بينسوا كل حاجة وبيركزوا في قصة الحب اللي الناس عرفتها من البرنامج بتاعهم. وبعدها إيفا بتتفاجئ إن وان بقى يقدر يتذوق طعم السكريات. ولما بتسأله إزاي بيقول لها إنه لما حس إنها بتهتم بيه وبتحبه اتحلت جزء تاني من مشاكله. وبعدها أم وان بتخلي السواق بتاعها يطلب من إيفا
إيفا تركب معاها، وساعتها بتسألها بتحب ابني ليه؟ فبتقول لها لأنه شاطر في شغله. وساعتها بتقول لها يعني بتحبيها علشان خاطر فلوسه؟ أنا كده ارتحت. وبعدها بتعرض عليها تديها مبلغ كبير لو قدرت تقنعه إنه يوافق يمسك شركتها. وبعدها إيفا بتحكي لوان عن اللي أمه طلبته منها، وبتقوله إنها رفضت لكنها عاوزاه يحسن علاقته بأمه. فبيقول لها ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. فبتقول له وانت كمان ما تتدخلش في حياتي تاني وما تطبخليش اكل تاني. وبعد كم يوم شياو بيبلغوا انها ما بقتش تاكل خالص غير كل يوم نص خياره وتشرب ازازه ميه، وبيعرفوا انه قلقان عليها وانه حاسس انه ممكن يحصل لها حاجه بسبب سوء التغذيه. وساعتها بيقرر ان مطعمه يقدم الاكل لكل العارضات في مسابقه ملك العالم علشان إيفا ترجع تاكل من ايديه. وتاني يوم بتروح لهم وجبات من مطعمه، وقبل ما هي تاكل كل العارضات بيجي لهم حالة تسمم وبيتنقلوا للمستشفى. وساعتها أسهم شركة وان بتقل ومحلات كتير تبع له بتقفل. وبيقرر إنه ما يقابلش إيفا علشان الصحفيين ما يربطوش اسمها باللي حصل. وبعدها جاسون بيتابع ردود أفعال الناس على اللي حصل، وبيقول لسكرتيرته إن المشكلة الكبيرة في إن العارضة الأساسية عنده هي الوجه الإعلامي لشركة وان. ولما لو بتطلب من الأمن يوري لهم تسجيل كاميرا المراقبة بيرفض، وبيحاول يمد إيديه عليها فشياو بيمنعه. وبعدها بيقرروا إنهم يرجعوا كل الكاميرات اللي في المنطقة علشان يشوفوا مين اللي دخل وقت تسليم الوجبات. وساعتها بيقدروا يعرفوا إن اللي عملت كده موظفة في المكان. ولما بيراقبوها بيلاقوها بتشتري براندات غالية، فبيقولوا لها إنهم هيبلغوا الشرطة لو ما عرفتهمش مين اللي طلب منها تحط السم في الأكل. فبتقول لهم إن سكرتير جاو، فبيطلبوا منها تكلمه وتحدد ميعاد مع جاو. وفي الميعاد بيروح له هو شياو متنكر في لبس ست، لكن جو بيعرفه. وساعتها شياو بيقدر ياخد منه اعتراف بأنه هو اللي حط السم في الأكل. ولما شياو بيعرفه إنه سجله وكل كلامهم كان بس مباشر بيهاجمه، وسكرتير جو بيضربه بإزازة على راسه فبيفقد الوعي. وفي نفس الوقت بيطلب جاسون من إيفا إنها تنكر إنها الوجه الإعلامي لشركة وان في مؤتمر صحفي. ويوم المؤتمر إيفا بتقول إنه وان بريء وإن حد حط السم في أكل شركته. وساعتها بيدولها فطاير من أكل شركة وان وبيطلبوا منها تاكله، فبتاكلها علشان تثبت لهم إن الأكل كويس، لكن بتجيلها الأعراض فبتجري من المكان. وساعتها بيوصل وان علشان يحميها، فالصحفيين بيتلموا عليها فبتروح له وبتاخده من وسط الصحفيين وبتجري. ولما بتحاول بعد كده إنها تهرب منه بيقول لها إنه بيحبها في كل حالاتها وإنه عمر ما في حد تاني قدر ياخد مكانها في قلبه. ولما بترجع معاه البيت بيقول لها إن في كل مرة بتقرب منه بيقدر يدوق طعم جديد، مرة الأكل الحلو ومرة تانية الأكل المر. وطول ما هي جنبه هيقدر قريب يستعيد تذوق الأكل كله. ولما شياو بيدخل البيت وبيحاول يبعدهم عن بعض، جيم بتقوله إنه عارف كل حاجة، وبعدها بتقول لهم إنها هتسيبهم مع بعض علشان يتفاهموا. ولما بتركب الأسانسير بتلاقي واحد مغطي وشه وبيقلب في تليفونه في صورها هي وان، فبتسأله أنت تعرفهم منين؟ وبتقوله إنهم صحابها. ووقتها وان بيتصل بيها فبتوري له رقمه، وهنا بيهددها بالسكينة علشان توديها له. ولما ما بتردش بيفضل وان يتصل بيها لحد ما بيسمع صوت التليفون جوه الأسانسير، وبعدها بيفتح الباب وبيطلع إن اللي بيهددها جاو. وساعتها بيقول له وان إن ما بقاش عنده حاجة يخسرها وبيطلب منه يعتذر لها. وهنا جيم بتوقعه على الأرض وبتنزل فيه ضرب، وبعدها الأمن بياخدوه وبيتقبض عليه. وبعدها شياو بيترجى جاسون علشان يرجع يشغل إيفا عنده تاني فبيوافق. ولما وان بياخد إيفا معاه لمطعم أبوه بيقول لها إنهم كانوا بيلعبوا مع بعض هنا وهم صغيرين، ولما المطعم انفجر فضلوا هما الاتنين تحت الأنقاض. فبتفتكر كل حاجة وبتقوله إنه كان في ندبة في رجلها بسبب الانفجار خلي الدكتور التجميل يشيلها لها. وبعدها لو بتعرف إن عندها سرطان فبتستقيل وبتقرر إنها تعمل كل حاجة كان نفسها فيها وكانت مأجلاها. وكلهم بيكونوا مستغربين من التغيير الكبير اللي حصل في شخصيتها. ولما إيفا بتقرر إنها تعمل لوان مفاجأة وتحضر له الفطار بتلخبط الدنيا وما بتعرفش تعمل أي حاجة، وحتى العصير اللي بتعمله له بيطلع عنده حساسية منه، فبتبقى متضايقة لأنها ما بتعرفش عنه حاجة. وبتطلب منه يعرفها كل حاجة عن حياته، فبياخدها المسرح المدرسة الثانوي وبيفكرها باليوم اللي زمايلهم اتريقوا عليها بسبب اعترافها بحبها ليه. وبيقول لها انه لو كان موجود يومها كان قال لها قدامهم انه بيحبها وما كانتش اتألمت طول السنين اللي فاتت.
وبيعرفها إن أمه يومها حبسته في البيت، ولما قدر يهرب كانت كل حاجة خلصت، وبيقول لها إنه مش هيسمح لأي حد إنه يحرجها تاني. وتاني يوم أمه بتكلمها وبتطلب منها تزورها في بيتها، وساعتها بتسألها إذا كانت قدرت تقنعه، فبتقول لها لأ، وبتطلب منها تسيبه على راحته وبتسيبها وبتمشي. وبعدها بتطلب من وان إنه يسيبها ترجع شغلها، فبيوافق، وبتروح لجيسون وبتعتذر له، فبيسامحها وبيقول لها إنها هتكون العارضة الأساسية تاني، وهيخليها تلبس أحلى فستان في العرض، وبيوري لها فستان فرح أبيض، فبيعجبها وبتشكره. وبعدها بتكون هي وان في مؤتمر صحفي في مطعم أبوه، وبيعلن فيه إنه هيفتح المطعم مرة تانية، وساعتها ضرفة شباك بتقع ناحية إيفا، لكن وان بيفاديها. وبعدها بيعرفوا إن الموضوع بفعل فاعل وما حصلش صدفة، والناس على السوشيال ميديا بيعلقوا على الموضوع إن المطعم ده شؤم وعمرهم ما هيروحوا ياكلوا فيه. فوان بيأجل فكرة افتتاح المطعم، وتاني يوم لما إيفا بتقيس الفستان قدام جيسون بتتكعبل لأن ديل الفستان بيكون طويل، وساعتها جيسون بيتضايق وبيطلب منها تتدرب كتير قبل العرض. وفي نفس الوقت بنعرف إن نيهاو هو اللي كان ورا موضوع الشباك، وإنه هو اللي ورا كل المصايب اللي بتحصل لهم، وده لأن أبوه مات في انفجار المطعم، وأم وان طردت أمه من الشغل في بيتها، وبعدها أمه ماتت، وعشان كده هو بينتقم لهم ولسه مكمل في اللي بيعمله. وبتقرر إيفا إنها تغير في تصميم الفستان علشان ما تتشنكلش فيه تاني. وبعدها ريبيكيا بتودي لهم بنتها وبتقول لهم إنها مسافرة في شغل، وعشان كده هتسيبها عندهم، فبيوافقوا. وتاني يوم بتكون البنت عاوزة تروح الملاهي، وهما الاتنين بيبقى عندهم شغل، وساعتها نيهاو بيقول لهم إن هو اللي هيوديها. وقبل ما يركب العربية إيفا بتشوف تراب على هدومه، فبتسأله من إيه، فبيقول لها معرفش. وبعدها بيعرف من البنت الحالة اللي عند إيفا، فبيقدر إنه يجيب تقرير مفصل عن حالتها، وبيسيبه قدام باب فيلا أم وان وبيمشي، وبيسيب لها معاه حباية السعرات الحرارية، فبتعزمها تاني يوم على الغدا وبتحط لها الحباية في المية، وساعتها بتجيلها الأعراض وبتجري على الحمام، وهناك بتتحول وقتها أم وان وبتشوفها وبتتصدم من شكلها. وبعدها بتطلع تجري في الشارع، فبتقع وكل الناس بيتنمروا عليها وبيصوروها فيديو وبيرفعوا الفيديو على النت، فبيعرف وين مكانها وبيروح يجيبها. ولما بيسألها ايه اللي حصل بتقوله انها زودتها في الاكل شوية، فبياخدها للبيت وبيطمنها وبيطلب منها ما تخافش من حاجة طول ما هو جنبها. وبعدها بتستنى انها ترجع تاني لطبيعتها، لكن ده ما بيحصلش، وميعاد عرض الازياء بيقرب، فبيتفق شياو مع ريبيكيا انها تلبس الفستان مكان ايفا، وبيقول لها ان الاضاءة مش هتيجي على وشها ومحدش هيعرفها. وبعدها بنعرف انه كويسة وانه كان تشابه اسماء مش اكتر. ويوم العرض بتروح جين ووان مع بعض للعرض، وبتتضايق لما بتعرف ان شياو خدع جاسون، واللي بيتعصب لما بيكتشف ان ايفا غيرت في التصميم بتاعه. وكمان بتجيله رسالة من مجهول اللي هو نيهاو بيقول له ان ريبيكيا هي اللي كانت لابسه الفستان، فبيطلب من سكرتيرته انها تنهي التعاقد مع ايفا بشكل نهائي. ولما وان بيعرف ان ايفا كانت مع امه قبل ما ينقذها في الشارع، بيروح لامه فبيوري لها التقرير وبتعرفه انها رافضه الجوازه دي، فبيقول لها انه هيتجوزها ومش مستني موافقتها. وبعدها بيروح لجين وبيقول لها انه متقبل شكلها كده وبيحبها في كل حالاتها، فبتقول له هي نفسها مش متقبله شكلها ولازم هي تحب نفسها الاول علشان تقدر تحبه. وبعدها بتفضل جين تعمل تمارين مع شياو علشان تستعيد لياقتها، وبتروح مع ولا جاسون وبتقوله على طبيعة مرضها وبتطلب منه يسامحها، لكنه بيرفض وبيقول لها انها اول واحدة تخدعه وتتحداه وتغير في تصميمه. ولما وان بيقول لها انه عاوز يساعدها بترفض علشان ما تفقدش عزيمتها، فبيفضل ماشي وراها وهي بتتمرن. وبعدها بياخدها لأمه وبيقول لها ان هي دي البنت اللي منعته عنها زمان، وبيقول لها انه بيحبها في كل حالاتها وهيتجوزها غصب عنها. ولما بيخرجوا من الشركة بترجع إيفا لطبيعتها مرة تانية وبتقول انه قوة هي اللي رجعتها. وبعدها شياو بيرمي نفسه في حمام السباحة وبيقول له انه هيغطس ومش هيطلع غير لو اعترفت انها بتحبه، فبتعترف له بحبها. وبعدها بتقرر ريبيكيا تقنع جاسون ان العالم بيتطور، وعشان كده شركته محتاجة تطور من نفسها بتصميمات زي تصميمات إيفا، فبيستدعيها في مكتبه وبيقول لها انه هيخليها مصممة لشركته وهيعمل لها عرض أزياء من تصميماتها. ويوم عرض الأزياء نيهاو بيبعت رسالة لكل الموجودين إن إيفا عندها مرض وبيقول لهم على تفاصيل حالتها بالضبط، والكل بيعرف الخبر. فوان بيجري عليها علشان يهربها من الصحفيين، وهنا إيفا بتصمم تواجه الناس كلها وبتاكل، فبتتحول لجين. وساعتها بتطلع قدام الصحفيين وبتعلن عن حالتها وبتقول لهم إن مش معنى إنها تخينة تبقى ما تستاهلش النجاح والشهرة، وبتعرفهم إنها قدرت تثبت إنها موهبة وإنها بتحترم ده في نفسها. وساعتها كلهم بيسقفوا لها ونيهاو بيتفرس، وبعد كده بيتأكدوا إن نيهاو هو اللي ورا كل اللي بيحصل لهم،
لما لو بتقول لهم إنهم تتبعوا مصدر الرسالة، وساعتها وان بيطلب منهم يبلغوا الشرطة، لكن إيفا بترفض. وبعدها جاسون بيقول لإيفا إنه هيمول لها براند باسمها، فبتطير من الفرحة لأن ده حلم حياتها. وبعدها بيعرفوا نيهاو إن أبوه كان حرامي، ولما أبو وان كشفه أبوه فجر المطعم، وإن عيلة وان ساعدت عيلته كتير، فما بيصدقش كلامهم وبيقول لهم إن أبوه ساب له سلسلة ذهب ورثها عن أمه، وده معناه إنه ما كانش محتاج. ولما وان بيشوفها بيقوله إنها بتاعته وضاعت منه وهو صغير واسمه منقوش عليها، ولما بيلاقي اسم وان منقوش عليها بيصدقه. وبعدها بيقدم استقالته، فوان بيقوله إنه هيخليه يدير المطعم اللي هيفتحه قريب. وبعد كده بيفضل وان يفكر في طريقة يعرض بها الجواز على إيفا، وبيسأل كل صحابه لحد ما نيهاو بيقوله إن أحسن مكان يعرض عليها الجواز فيه المطعم اللي كانوا بيلعبوا فيه زمان. وفي نفس الوقت أم وان بتطلب من إيفا تيجي معاها تشوف شقتهم اللي وان اتربى فيها، وساعتها بتشوف اوضته والصور اللي كان بيصورها لها. فإيفا بتحكي لها انها كانت معاه يوم الانفجار، وهنا الام بيبان عليها الصدمة وبتطلب منها تمشي. وبعدها إيفا بتعرف من غو ان هي اللي فتحت الغاز وهي صغيرة وتسببت في الانفجار، وده معناه ان هي السبب في موت ابو حبيبها. ولما بتروح له المطعم بيطلب منها الجواز فبترفض وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيرفضوا يدوروا عليها لكن ما بيلاقوهاش، وساعتها غو بيتصل بوان وبيحكي له على كل حاجة. وبعدها وان بيلاقيها وبيقول لها إن ملهاش ذنب في موت أبوه، وبياخدها وبيروح لأمه وبيحكي لها إنه في يوم الحادث قفل الغاز وبيعرفهم إن أبوه انتحر. وساعتها أمه بتنهار، فبيقول لها إن هي السبب لأنه كان مديون وهي ما رضيتش تساعده. وبياخد إيفا وبيمشي، وبيروحوا هما الاتنين يتجوزوا جواز قانوني. وبعدها أمه بتعمل حادثة فبتدخل العمليات وهو وإيفا بيروحوا لها، فالدكتور بيديله سلسلة كانت مع أمه. وساعتها وان بيعرف إن أمه لسه بتحب أبوه لأن السلسلة دي كانت هدية منه. وبعدها الدكتور بيطلب حد من قرايبها ينقل لها دم، لكن ابنها بتكون فصيلته مختلفة. وساعتها إيفا بتروح تاكل وبتتبرع لها بالدم. وبعد كده إيفا بتكتشف إنها خفت وإن نقل الدم لحماتها هو السبب. وفي النهاية هما الاتنين بيتجوزوا وكل أهلهم وأصحابهم بيحضروا الفرح. والحد هنا بيخلص ملخصنا النهاردة، استنونا في ملخص جديد والسلام.